الارقام الجيده لنادي الزمالك والريكورد اللي عامله سواء في القدرات الدفاعيه او القدرات الهجوميه او عدد النقاط، والناحيه الثانيه لفريق دمنهور. هنقول كل الكلام ده اثناء التوقفات. على بركه الله نبدا مع معروف مباراه اليوم. على شمالنا القميص الازرق دمنهور بنقلتين من وسط الملعب عند اسلام ابو قفه، يحطها اماميه لابو كوني، انما الضغط من طارق حامد يخطفها كويس قوي، برافو يا ولد يا لعيب احمد توفيق، ويحطها لعمر جابر اللي بيدخل في قلب الملعب جنبه معروف يوسف، هيبص لقدام اماميه ملعوبه انما يشيل محمد كوارشي، تروح في الجنب الشمال اللي كان نزل وسجل في الشوط الثاني او ابراهيم صلاح وحازم امام. تلعب عرضيه في منتهى الخطوره، خطيره خطيره لدمنهور، يفاجئونا بواحده مع اول دقيقتين التسديده انما تخبط. قلت النهارده مفيش حاجه يبقوا عليها لعيبه دمنهور، خلاص لا بيدوروا على نقطه ولا اتنين ولا تلاته، عاوزين يقدموا عرض سواء اللعيبه او المدير الفني يقنعوا بيه الجماهير قبل هبوطهم الرسمي لدوري القسم الثاني. ادي اللعبه، وابو كونيه جاله هديه اللي فاتت دي مش هتجيله تاني، انما اللي هيلعب الاوت احمد سالم اللي قرب وطلع لقدام لحمدي فتحي، عدى بيها مشيت معاه كويس، هيلعب عرضيه في منتهى الخطوره، خطيره اللي فاتت، انما الشناوي اول اختبار خفيف ليه كده ينام عليها وياخدها. ادي دكتور احمد عاشور وجنبه كابتن خالد الشرقاوي المدرب العام، واحد من لعيبه دمنهور في فتره التسعينيات. حماده طلبه معروف يقول، انما منقوله لمعروف يرحل ويروح لقدام، هيلعب العرضيه على الارض حلوه على القايم القريب في منتهى الخطوره، انما خالد قمر قطع كويس قوي، والاستلام كان ممكن يلطش على طول من مره واحده. وادي حتى فريرة كلهم كده بيشاوروا زينا واحنا بنعلق، يقول له حطها مره واحده، المساحه ضيقه ما ينفعش يستلم هنا. برضه لغايه دلوقتي ما ارتفعش. ايمن حفني نزل واستلم، واول ما يستلم ويروح ويهرب هنشوف هجمات في منتهى الخطوره زي ما عمل كده لتوفيق، اتحرر حلوه عرضيه انما يطلع خطابه ياخدها. هجمه حلوه واول فقره هجوميه للاعيبه نادي الزمالك مع الدقيقه التاسعه. شق كويس قوي احمد توفيق من الجبهه اليمين، بيشتغل النهارده هاف رايت او لاعب وسط من الجبهه اليمين اللي بيشغلوا عليها على طول فريرة، وتخلى عن مكان تاني لنادي دمنهور، انما فك اهو لعيبه نادي الزمالك بداوا يفكوا، وهجمه لوحده الراجل مع 5 فانيلات بيضه يحطها لابو كونيه حلوه قوي. هجمات المرتده والمساحات على الارض ابو كونيه، انما برافو الشناوي يطلع وياخدها. انما شفنا هجمه هنا وهجمه هنا، يقلد عمر جابر ويروح، انما مهارته هتسعفه ولياقته ولا ايه؟ احمد عيد عبد الملك حلوه خطيره، حلوه اللي فاتت دي، فوقتنا عرضيه في منتهى الجمال، وبحرفنه بقى وايمن حفني عبقريته الخاصه يقلب الكوره. بص شوف بقى، ادي عبد الملك وادي ايمن حفني عايز يحطها، كان هيبقى جون ايه في منتهى الجمال والروعه. هجمه لنادي الزمالك شرسه في منتهى الجمال اللي فاتت دي، انما دخل لجوه عمرو بسيوني وعمل بلوك كده، هي اللي خلت ايمن حفني يعني يا دوبك والكره خبطت فيه، انما كانت هتبقى جمله في منتهى الجمال والروعه. هجمه منظمه لنادي الزمالك، والملعب عند اسلام جمال قدامه السكه، ممكن يزيد ويكمل. اسلام هيسدد، برافو يا ولد، حلوه يا ولد يا اسلام، بناء على تعليمات المشاهدين تسديده حلوه مشي وراحت معاه، واللي عمله ده تمام التمام. ادي اسلام جمال ولقى خلاص الدنيا اتفتحت قدامه، وقلت لحضراتكم لسه من 5-6 دقايق من اللعيبه اللي عندها الملكه تيجي بوشها من ورا كده ويبدا يزيد لقدام، زي الراحل الغزال ابراهيم يوسف، يجي اشرف قاسم اللعيبه الحريفه، جه بعديهم سامي ايمن حفني اللي عاوز يجتهد شويه عشان يظهر بصورته الكامله. عبد الملك تقلش منه انما تخدمه وتروح في المكان الصح لخالد قمر يقلبها كده انما بره الملعب. حب احمد عيد عبد الملك ان هو يسدد جامده، انما الكره تروح في اتجاه خالد قمر كأن الراجل قصدها. بص هو عبد الملك بيسدد انما الكوره قلشت منه راحت لخالد قمر، حب يعمل ضربه مزدوجه انما تعلى الكوره الى ضربه مرمى. كان قريب اهوت عبد الله جلال منه وعامل عليه الرقابه، يا دوبك كده هربت الكوره شويه نص متر ولا حاجه، وخالد قمر لخارج الملعب. 6 جوان خالد قمر الموسم اللي احنا فيه، كان اخرهم جونين قدام الشرطه اللقاء اللي كان مؤجل من الاسبوع رقم 22. عمر جابر ايمن حفني من بره المنطقه، تسديده تترد معروف يوسف، انما لسه في مناطق الخطوره. عبد الملك عاوز يعملها بليسنج في البعيده انما تروح سهله لخطاب. مازال مسلسل تضييع الهجمات. ليه بنقول تضييع الهجمات؟ لان لعيبه نادي الزمالك بيوصلوا دلوقتي بيروحوا الاماكن مهمه جدا في 18 خطاب، انما مش قادرين ان هم ينهوا الكرات بشكل جيد زي ما شفنا في اكتر من
مش حتته مش عدلته، انما خلاص بالممارسه معروف. عرضيه حلوه حفني، ممكن خطيره حلوه اللي فاتت من معروف لايمن حفني. يا ولد يا خطاب، هجمه شرسه لنادي الزمالك، عملوها كويس المره دي والسرعه بتفرق انما يا سلام عليك يا معروف. ايه، كوم لعيبه دمنهور كلهم لورا كده، وقفهم انتباه وعملها للي جاي فاضي خالص. ايمن حفني لازم يحطها زي ركله الجزاء، انما يتالق ويتعملق احمد خطاب. هجمه في منتهى الجمال، لسه عبد الملك، جول احمد عيد، رمضان وعيد سعيد، احمد عيد عبد الملك. حلوه احمد عيد مستنيها وفي القايم، وعلى طول كده يكافئ فرقته وجهازه الفني بعد اللعبه الخطيره اللي ضاعت عشان نادي الزمالك في تقدم منطقي يعملها احمد عيد عبد الملك. حلوه. انما اللمسه الاولانيه هنشوف كده مين اللي شالها بدماغه. ادي العرضيه، هات لنا بقى اللي شالها بدماغه. خالد قمر، برافو يا خالد يا قمر، هو اللي مشاها عشان توصل لعبد الملك في ظل غياب الجبهه اليمين الدفاعيه اللي غاب عنها تماما احمد سالم اللي كان بيتعالج بره، ورجع يغطي مكانه واحد من لاعبي الوسط احمد ناصف، انما ما قدرش يغطي فيها كويس. انما هدف لنادي الزمالك مع الدقيقه 28 يغير ما عندهمش حاجه يبقوا عليها في المسابقه والمباراه، انما هتفتح تسديده حلوه خطيره. يا سلام لما بتفك بقى اهي، ندعت بالجون ومطرت بقى بلعبه احمد توفيق. ايه الجمله الجميله دي، يا سلام يا توفيق. حلوه هي دي المفاجاه الهجوميه بشماله، ايه في العارضه في منتهى الجمال والروعه. حلوه المدرسه فتحت الدقيقتين اللي فاتوا. حلوه اللي فاتت دي من احمد توفيق، انما اتنقلت مرتين ثلاثه وخالد قمر على ال 18 وعملها بكعبه كده باحساس عالي قوي. نادي الزمالك يفوق ويروح ويسجل ويرد على طول بتسديده حماده الغنام، انما سهله للشناوي يتعامل معاها. بنقرب محمد معروف، تتلعب عند حماده الغنام، انما كان في رايه من محمد علي، تسلل على حماده الغنام، بص له كده بعد ما الكره اتلعبت اهي تمام من الخلف للامام او من الامام للخلف. ضربه حره غير مباشره على حماده الغنام، واحنا في الدقيقه الثالثه من الوقت المحتسب بدل الضايع اللي الحكم ادى دقيقتين، ومعاه صفاره محمد معروف. 1-0 للزمالك. احمد عيد عبد الملك، ارق تحياتي محمد عفيفي معلق المباراه. الى اللقاء مع احداث الشوط الثاني، اترككم في كده للجون. هنقول لحضراتكم التشكيله، ولو في تبديلات هنا او هنا سواء لفريرا او الناحيه الثانيه احمد عاشور المدير الفني لدمنهور. انما دخلنا بسرعه في اجواء الشوط الثاني. عمر جابر يستلم من الجنب اليمين، يريحها لطارق حامد، يفتح الملعب طارق عند احمد عيد عبد الملك، نجم الشوط الاول فنيا. اماميه ملعوبه، انما شايف انا ادي تبديل اهوت لنادي دمنهور. لاعب رقم 7 حسام خليل اللي خد شاره الكابتن، وهنشوف يلعبها له، انما يشيل تاني بشكل كويس المره دي عمرو بسيوني. وهنشوف الحكم مدي ايه، ركله جزاء، مدي ركله جزاء معروف. هنشوف اللعبه للمره الثانيه، وادي عبد الله جلال وركله جزاء لنادي الزمالك مع الدقيقه 54. بيتكلم حسام خليل، انما خلاص القرار نفذ وادى الحكم قراره. اللعبه اهي ولمسه اليد هنشوفها، وركله جزاء ايمن حفني هو اللي رايح واخد الكوره. ايمن حفني، ادي عرضيه توفيق، وادي عبد الله جلال، وادي الكوره، وادي الايدين، وادي ركله الجزاء. ايمن حفني مع الدقيقه العاشره اللي دخلنا فيها دلوقتي من الشوط الثاني، والدقيقه 55 فرصه لنادي الزمالك يطمن على النتيجه خلاص ويلعب براحته الوقت اللي جاي. حفني مع خطاب صاحب الثلاث اجوان في الدوري وهدف اخير امام سانجا الكونغولي في الكونفدريشن كاب بايمن حفني. هنشوف ركله الجزاء، مسجل 3 اجوان مهمين في لقاءات كبيره قدام المقاولين. لقاء 1-0 اللي خدوا بيه ال3 نقاط، وقدام الاهلي 1-1، وقدام سموحه. دول ال3 اجوان اللي جابهم حفني. وهنشوف النهارده ركله الجزاء مع خطاب، حفني وخطاب، انما خطاب لسه موجوده ويكمل فيها حفني. جون على مرتين لايمن حفني، انما برافو المحاوله الخطاب. وايمن حفني الراجل يعني مش عاوز يجيب من ركله الجزاء ولا ايه، تترد له وعامل الفولو وهو اللي يكمل فيها. بص شوف ايمن حفني ورايح اهوت على الكوره،
ويعمل عليها المتابعه، وفي ركله الجزاء طبعا ردت من حارس المرمى. واحد هيقول لك الراجل كده يبقى متسلل ولا ايه؟ لا، ده ركله الجزاء كأن حارس المرمى هو اللي مغطي، وهو اخر لاعب، وايمن حفني بيسجل هدف التقدم الثاني لنادي الزمالك مع 10 دقائق من بدايه الشوط الثاني، بعد ما طلع اول مره خطاب، انما المتابعه والفولو من حفني. يبقى نادي الزمالك 2 دمنهور لا شيء. ويقترب اشترك عمر جابر، هو اللي يروح ويقطع، مقفل الجبهه بتاعته تمام التمام. عمر جابر عامل عرض طيب النهارده، ما اداش فرصه. تمريره من علي جبر مشكله، تتلعب عرضيه، انما يا ولد يا لعيب اسلام جمال بمنظر ايه، في منتهى الجمال يطلعها، انما علي جبر يعمل واحده كأن بدأ الصيام بدري كده. وتمريره خدها عفروتو استغلها، وبص شوف عفروتو واسلام جمال يا ولد يا ولد، لو راحت لكونيه كان هيبقى فيها خطوره، لان كونيه يعني ما يطمنكش هيتصرف في الكره ازاي، انما كوره في منتهى الخطوره من الخطا الدفاعي والاخطاء اللي تعمل لك مشاكل في فترات مؤثره في المباراه. كان علي جبر هيحمل فرقته كوره في اللعبه اللي فاتت. هنشوف العدد كده 3 1 4 على 4 ازرق. باسم الشرس والمرمى، الشرس والجون، خطيره خطيره مش ممكن، هو باسم مرسي. انما عبد الملك لسه الهجمه موجوده، العرضيه هي دي اللي فوقتنا. حازم امام مستنيها، ممكن يرد تاني، انما تقل بعد ما اتضايقت المساحه. مين اللي جاي بوشه؟ وتسديده جول، مش ممكن، جول. خطاب خلص على فرقته خلاص الراجل، انما هدف لطارق حامد، تروح الكوره كده واحمد خطاب كوره سهله. انما الهدف الثالث لنادي الزمالك في الدقيقه 82. بص من الاول حازم امام اهوت يا ولد، شايف كويس قوي، وتعمل بند تعدي من احمد خطاب، مش هتنيمه الليل دي، مش هينام احمد خطاب. ادي الكرة سهلة ورايح الراجل بيمسكها، يعني الله يكون في عون مدرب الحراس اللي قاعد بره، بالنسبة له بتبقى جريمة. ادي الكرة، انما الاخطاء موجودة، حراس مرمى كبار بيغلطوا، انما اهم حاجة تتعلم. وكرة سهلة طلع اصعب منها في الشوط الاول احمد خطاب. ثلاثية الدقيقة 81 تاني، يبقى حمدي فتحي. يا ريت زمايلنا يصلحوا تاني على الشاشة، حمدي فتحي هو اللي خرج. ادي الكورة، والهدف الغريب العجيب اللي سجل منه طارق حامد. تتلعب الكرة تاني جوه ال 18، ممكن جول رابع. خطيرة حلوة حمادة طلبة، يا سلام يا طلبة. ادي الجبهة الشمال اللي بقول جبهة الدفاعية المعطلة هجوميا، ما بيزيدش كتير طلبة، انما طلع بواحدة في منتهى الجمال والروعة. لو جت جون كان هيبقى جون في منتهى الجمال اهي. وخد حسام خليل على الثابتة كده وحطها في الزاوية البعيدة، نموذج عملها حمادة طلبة، حلوة اللي فاتت. انما كده لف بظهره عشان يحجزه، وبرضه ما يعملش بيها ركله جزاء. محمد كوارشي فاول من مكان كويس قوي، عمر جابر هو اللي هيلعب، عبد الملك جوه المنطقه مع باسم، ورجع محمد نصر الفيرود عشان يساعد زمايله عبد الله جلال وكوارشي. تلعب الكوره مصطفى فتحي، خدها حلو قوي يا ولد يا لعيب، خطيره، مش ممكن يا باسم، حلوه من مصطفى فتحي، عملها جامده. تسديده كده وهي رايحه، باسم مرسي يا دوبك في القايم، مالكش بخت يا ابني، حلوه اللي فاتت. انما هجمه شرسه، انما العمق الدفاعي. ادي عمر جابر ودخل مع احمد سالم كويس قوي في اللعبه اللي فاتت، انما لسه موجوده كوره من الجبهه الشمال، قطم بيها كويس ويقرب من منطقه الجزاء مصطفى فتحي اللي راح وقرب من عمر جابر، والجبهه اللي فيها عبد الملك هياخدوا منها فاول من مكان حلو. مع الدقيقه الاخيره من الوقت المحتسب بدل الضائع احمد توفيق ياخد ضربه حره. مبروك لنادي الزمالك ال3 نقاط، وما زال يتربع على قمه جدول المسابقه، هيبقى 73 نقطه. وراه جاي انبي 64 والاهلي 64، انما قلنا في لقاءات مؤجله. ادي الكره اهي، فتحي لف وعملها جامده، قال لك تروح هي في البعيده، تروح عرضيه حد يلطشها، باسم مرسي هو اللي راح، انما يا دوبك كده في القايم وتترد الكوره. باسم اللي مصر ان هو يعمل حاجه ينتهي، باسم مرسي يعملها جامده يا ولد، حلوه يا باسم يا مرسي، حلوه، بقول مصر ان هو يعمل حاجه. في لعيبه كده عنده اصرار، وعلى طول الراجل عنده رغبه تهديفيه،
فروت كنا محتاجينه الفتره اللي فاتت. مبروك لنادي الزمالك وجماهيره 3 نقاط. هارد لك لدمنهور. ارق تحياتي محمد عفيفي معلق المباراه. الى استاد النيل الزميل الاعلامي تامر صقر، كابتن محمد صلاح، كابتن محمد فاروق، الى اللقاء.